قبل المباراة يعني تعرف الواحد تو طالع من المعسكر وكذا، يعني أول ما تطلع الباص قبلها يعني ده العادة، يعني إذا ما هو رمضان نصلي المغرب هنا ونطلع. تلقاني في الباص يعني أكلم الوالدة وأكلم المدام وأكلم الوالد، يعني هذول ثلاثة يعني لازم قبل أي مباراة أكلمهم، وبعدها على طول قفل الجوال وأقعد يعني في الباص. تعرف الواحد يدعي إن ربي يوفقه. ثاني شيء عشان الواحد يركز قبل المباراة، تصير تخش المباراة ما عليك يعني أي ضغط، خلاص اطمنت على الأهل ما عليهم شيء، خلاص هم أهم ناس يعني عندك. في مرة يا كابتن ناصر نسيت تكلم الوالد أو الوالدة؟ والله في مرة نسيت أكلمهم. ما صار شيء، بس يعني تحس إنه في شيء ناقص يعني قبل المباراة، يعني العادة دائما تسوي العادة دي. فما كلمتهم، بس يعني بعد المباراة كلمتهم قلت كنت أدق عليكم ما رديت، وقالوا شفنا رقمك، بس إنه الحمد لله يعني إنك سجلت وقت المباراة ذيك، سجلت فيها جولين يعني. أنت تقول تكلم المدام الوالدة، يعني كيف المفارقة هذه؟ والله تعرف الوالدة لها مكانتها والمدام لها مكانتها كمان، ولا تعرف لما أكلم المدام يعني أكلم أولادي، فتعرف يعني الأطفال اللي يقول بابا إن شاء الله تسجل جول، والحمد لله يعني كل ما قالوا بابا تسجل جول أسجل. مين عندك في الأبناء كابتن؟ والله عندي وهج الكبيرة وعلي أصغر منها. والله هذه مباراة ماني متذكر بالضبط، لكن أعتقد إنها مباراة الأهلي، كانت في الرياض حق 3-2. كنت رايح الباص وكلمت المدام، قالت لي خذ كلم وهج. كلمت وهج وقالت لي بابا إن شاء الله اليوم تسجل كثير جول. كثير جول عارف، سجلت جولين يعني الحمد لله، يعني يا ليت إنه كل مباراة يعني تتكلم وأسجل. فأتمنى كل مباراة يعني إنها تقول سجل وأسجل إن شاء الله. وختم